هذه هي الخلاصة ديال كأس إفريقيا. في بلد فتح أبوابه لجماهير مصر والجزائر قبل غيرهم، وفي شوارع الرباط وأغادير ومراكش، كان المصري والجزائري ضيفا مكرما قبل أن يكون مشجعا عابرا. وكان المغرب بيت الجميع بلا استثناء، لكن حين دارت الكرة سقطت الأقنعة. جماهير مصر التي استقبلت بالترحاب وجماهير الجزائر التي رفعت لها الرايات في المدرجات اختارت أن تقف ضد صاحب الأرض وأن تنقلب في لحظة إلى خصم لا يرى إلا مصلحته. أما منتخب السنغال فقد كتب اسمه في أسوأ صفحة بتاريخ النهائيات الإفريقية: انسحاب من الملعب وفوضى أمام عدسات العالم. وفي وسط هذا العبث كان المغرب وحده يحاول إنقاذ صورة إفريقيا. وهنا قالها فارس عوض باختصار موجع: المغرب حاول أن ينتشل الضفدع من المستنقع، لكن الضفدع مكانه الطبيعي هو المستنقع. مشروع يرتقي بالقارة قوبل بعقليات لا تعيش إلا في الوحي. المغرب تراجع عن تنفيذ ضربة الجزاء وضحي بإبراهيم دياز فقط كي لا يقال إن اللقب سرق. لكن رغم أن المغرب خرج بلا كأس، لكنه خرج بشرف، خرج باحترام العالم، خرج ببطولة تنظيمية ستدرس في الفيفا. أما من كانوا ضيوف الأمس فقد اختاروا أن يكونوا خصوم المستقبل.